مستر محمد، انا اتكلمت اخر جزء خالص شرحت فيه المقصود بالكيميكال بروبرتيز اوف ووتر او الصفات الكيميائيه للميه. طيب، واتكلمت في الجزئيه دي عن صفات الميه من حيث الكيمستري او صفات الميه كيميائيا. طيب، انا برضو عايز اتكلم عن صفات الميه فيزيائيا عشان ابقى انا كده درست الووتر من جميع الجهات او من جميع الصفات او من جميع اي صفه او ميزه ممكن الاقيها فيها، سواء صفه فيزيائيه فيزيكال بروبرتيز او صفه كيميائيه كيميكال بروبرتيز. اتكلمت عن الفيزيكال او اتكلمت عن الكيميكال بروبرتيز كلهم بشكل كامل. طيب، يبقى جه الدور دلوقتي ان انا اتكلم عن الفيزيكال بروبرتيز يا شباب. طيب شباب، الفيزيكال بروبرتيز جزئيه بسيطه خالص مفيش فيها اي مشاكل، هنركز فيها سوا ان شاء الله وهتلاقيها جزئيه سهله بامر الله مفيش فيها اي حاجه صعبه. طيب، في بدايه الامر يا شباب لما اجي اتكلم عن الصفات الفيزيائيه للميه، انا بس محتاج افهم هو ايه الفرق يا مستر محمد معلش ما بين الصفات الفيزيائيه والصفات الكيميائيه؟ الفرق بين الكيميكال بروبرتيز والفيزيكال بروبرتيز. تعال كده اديك دلوقتي فرق جوهري سريع يخليك انت فاهم اصلا يعني ايه كيميكال بروبرتيز وفيزيكال بروبرتيز. لما اقول لك انا بتكلم عن الكيميكال بروبرتيز لاي ماتر خلقها ربنا، بتكلم عن الصفات الكيميائيه لاي ماتر خلقها ربنا، يبقى كده بتكلم في جزء يخص ماده او يخص علم اسمه علم الكيمستري، وده علم بيحب يدرس التفاصيل الداخليه او التركيب الداخلي لاي ماده وتفاعلاتها مع المواد الثانيه. تفاعلاتها مع المواد الثانيه وتركيبها الداخلي ده بيتغير ولا ما بيتغيرش وبيحصل له ايه. عشان كده في الكيميكال بروبرتيز اوف ووتر اتكلمنا عن تركيب اصغر حاجه في الميه الا وهو الموليكيول اوف ووتر H2O، وكلمنا عن كل اتوم جوه الميه وهما ال2 هيدروجين اتومز وال1 اكسجين اتوم. يبقى من ناحيه الكيمياء بحب اعرف التفاصيل الداخليه او الانترنال ستراكشر او التركيب الداخلي. طب الفيزيكال بروبرتيز انا بدرس في جزئيه الفيزيكال بروبرتيز او الصفات الفيزيائيه لاي ماده، بتكلم عن جزء يخص الفيزيكس، جزء يخص الصفات الظاهريه لاي سبستانس. عشان كده في الفيزيكس انا ممكن اكون بذاكر حاجه زي السبيد، بذاكر حاجه زي الماس، بذاكر حاجه زي الديستانس، بذاكر حاجه زي الدنسيتي والفوليوم. دي كلها حاجات ظاهريه تتقاس بشكل ظاهري. اجيب السبستانس احطها على بالانس يقول لي والله الوزن بتاعها او الماس بتاعتها قصدي بتساوي مثلا 500 جرام، تمام، 500 جرام او نص كيلو. حلو، كلام جميل. لما امسك القلم زي ده وانا عايز اعرف والله هو القلم ده دلوقتي لما عايز اقيس اللينس بتاعه بلاقيه بيقول لي حوالي 10 سنتيمتر. لما امسك القلم ده احطه هنا في الشاشه ايه اللي يحصل؟ لما القلم يتحط شباب في الشاشه يقول لي ده القلم ده خد مكان من الشاشه، خد مكان يعني ليه فوليوم. دي كلها صفات فيزيائيه. يبقى كده فهمت ايه الفرق ما بين الفيزيكال بروبرتيز والكيميكال بروبرتيز. عشان لما اتكلم عن الفيزيكال بروبرتيز دلوقتي تترجم معايا بشكل كويس جدا احنا بنقول ايه. طيب يلا نسمي الله ونشوف الفيزيكال بروبرتيز. واول كلمه حابين نذكرها في صفات الميه الفيزيائيه او الفيزيكال بروبرتيز اوف ووتر. اول كلمه، بما ان الميه سبحانه وتعالى ربنا خلق لنا الميه بصفات مهمه جدا. سبحانه وتعالى شاب رزقنا الميه، وبالتالي احنا واي كائن حي بنمثل الميه نسبه كبيره مننا. وزي ما قلنا في اول محاضره خالص وجعلنا من الماء كل شيء حي، ربنا قال ان احنا فعلا كل كائن حي بيدخل في جسمه نسبه كبيره من الميه. وهنا نزيد بقى يا شباب من الشعر بيت ونقول ان الميه كمان بتمتلك صفات تميزها عن بقيه اي سبستانس تاني، تمام؟ فلذلك انا هبدا الجزئيه دي واقول لك ان الووتر has ionic physical properties. يعني الميه بتمتلك صفات فيزيائيه فريده، يعني عندها صفات مش عند حد. الميه عندها physical properties مش موجوده في اي substance تانيين. عشان كده بقول لك has ionic physical properties characterized it from other fluid. بتميز الميه عن بقيه الفلويدز. لا، هو يعني ايه فلويد اصلا؟ فهمني يعني ايه كلمه فلويد؟ سهله خالص. فلويد عباره عن any substance that flow and take the shape of its container. اي سائل او اي substance عموما بتاخد شكل الكونتينر اللي انا بحطها فيه اقدر اسميها فلويد. لذلك الليكويدز عموما اقدر اطلق عليهم مصطلح او كونسبت فلويد. ليه؟ علشان هم بياخدوا شكل الكونتينر اللي هم فيه، تمام؟ الجازس نفس القصه،
لو جيت نفخت بالونه ساعتها الهواء اللي جوه البالونه متشكل على شكل البالونه. نفخت كرة بلاستيك، الهواء اللي جوه الكرة بلاستيك خد شكل الكرة بلاستيك اللي هو موجود فيها. يبقى اذا اي حاجه بتاخد الشيب اوف اتس كونتينر، شكل الكونتينر اللي هي موجوده فيه، اقدر اسميها باسم فلويد. عشان كده ممكن اقول لك ان من ضمن اكزامبلز الفلويد الليكويدز والجازز. تمام، حلو قوي. الميه هاز يونيك بروبرتيز، الميه بتمتلك صفات فريده تميزها عن اي فلويد تاني موجود حواليها. طيب ده كده كلام جميل. نرجع بس كده، ليه؟ ايه هي الصفات اللي تميز الميه عن بقيه الفلويدز دي؟ قال لك هنتكلم بس في جزئيه الفيزيكال بروبرتيز للووتر، او في الجزئيه دي يا شباب هنتكلم عن تو فيزيكال بروبرتيز بس من الميه، واضح فيهم الاختلاف اللي يميز الميه عن بقيه المواد او عن بقيه الفلويدز. ايه هما؟ قال لك اولا الووتر من السبستانسز اللي بيحصل فيهم decreasing، بيحصل فيهم نقص في الدنستي. يبقى بيحصل decreasing of water density on decreasing its temperature from 4 to 0 سلسيوس. يعني لو انا عندي درجه حراره ميه او التمبريتشر بتاعت الووتر 4 سلسيوس وانا قللتها عملت لها decrease وبقت 0 سلسيوس، بتلاقي ساعتها الدنستي اوف ووتر قلت. طيب هو الصح يا مستر محمد ان الدنستي اوف ووتر او الدنستي اوف اي ماتر حواليا لما الماتر دي اقلل التمبريتشر بتاعتها، لما اقلل درجه حراره الماده بتاعتي، الصح الدنستي يحصل فيها ايه؟ هقول لك ايه الطبيعي اللي بيحصل كمان شويه، وهقول لك ليه الميه مختلفه. بس الاول الصفه دي بتقول لك ان في decreasing of water density، في نقص في الووتر دنستي بمجرد ما بقلل درجه حراره الميه من 4 سلسيوس لغايه 0 سلسيوس. تاني صفه بيقول لك elevation of water specific heat، ارتفاع السبيسيفيك هيت للميه. تمام كده لغايه دلوقتي ده كده كلام جميل. دول الصفتين اللي حابين نتكلم عليهم ونشوف ازاي الووتر بتختلف عن بقيه الفلويدز، وهنتكلم عنهم شباب دلوقتي بالتفصيل. طيب نمسك اول صفه اللي هي ال decreasing of water density on decreasing in temperature from 4 سلسيوس to 0 سلسيوس. طيب مستر محمد السؤال بسيط، هي الصفات دي لما انها بتخلي الميه مختلفه عن بقيه الفلويدز، هل دي حاجه تقدر انها تاثر، سواء بقى تاثر على الكائنات الحيه اللي بتحب الميه او اي كائن حي بيعتمد على الميه؟ طبعا تاثر بشكل كبير جدا. ده لما نيجي نتكلم كمان شويه هنعرف ان اول صفه او اول فيزيكال بروبرتيز للميه اللي احنا اتكلمنا عليها ان الدنستي اوف ووتر بتقل بمجرد ما بتسقع الميه او بقلل التمبريتشر بتاعتها، دي حاجه هتاثر في حياه الاكواتيك ليفنج اورجانيزم او حياه الكائنات الحيه البحريه اللي بتعيش في البحر او بتعيش في الميه عموما. تمام، وبالتالي تغير من الناتشرال فينومينا، نشوف صفات طبيعيه بتحصل كتير وهنفهمها دلوقتي كلها. يبقى كده بس فهمت الاول ان اليونيك بروبرتيز او اليونيك فيزيكال بروبرتيز للميه، الصفات الفريده بتاعت الميه دي، الصفات الفيزيائيه الفريده اليونيك فيزيكال بروبرتيز اوف ووتر، بتاثر على حاجات زي الديستريبيوشن اوف ليفنج اورجانيزمز، يعني توزيع الكائنات الحيه في البيئه المائيه في الاكواتيك ايكو سيستم. ونشوف ازاي بيحصل حاجه زي كده. تمام، نشوف ازاي لما الميه حصل ديكريزنج في الدنستي اوف ووتر بمجرد ما التمبريتشر اوف ووتر بتقل، هنشوف دي حاجه بتاثر ازاي في توزيع الكائنات الحيه او بتاثر في حياه الكائنات الحيه عموما. بس خد بالك من نقطه، انا كلمتك وقلت لك decreasing of water density on decreasing in temperature. في حد شاب هيقول دلوقتي بصراحه محمد عمال يقول decreasing of water density decreasing of water density عادها كذا مره، يعني ايه density اصلا؟ انا مش فاكر يعني ايه density كطالب، مش فاكر بصراحه يعني ايه density. لا ركز معايا واحده واحده كده علشان نفهم كل حاجه. هنتكلم عن density بشكل عام عشان لما اكلمك عن الدنستي اوف ووتر تبقى انت فاهم يعني ايه density اصلا. فاول جزء خالص انا لازم اقول لك ايه هو الديفينيشن اوف density. الدنستي هي عباره عن mass of unit volume of substance. تمام، او بنقول ان هي mass of 1 cubic سنتيمتر of substance. حلو قوي والله يا مستر محمد. هو يعني كده التو ديفينيشنز ايا كان الاولاني المكتوب او اللي حضرتك كتبته
انا بصراحه مش مجمعه. طيب عينيا الاثنين بس ركز معايا. لو انا هقول لك الديفينيشن بتاع الدينستي ان هو ماس اوف يونت فوليوم اوف سبستانس، وعايز ابسطه لك اكتر من كده، لازم اقول لك ايه هو الرول بتاع الدينستي. شاب الرول بتاع الدينستي او الدينستي مبدئيا فأب بكتبها بشكل سيمبل بسيط كده اسمه رو. تمام، دي الدينستي او ده السيمبل بتاع الدينستي. ايه هو الرول او ايه هو القانون اللي اقدر احسب بيه الدينستي؟ الرو او الدينستي بتساوي ايكوال ماس اوفر الفوليوم. تمام، ده الرول او ده القانون بتاع الدينستي. تمام، ده كلام يحترم. لو انا بقول لك دلوقتي ان انت معاك سبستانس الماس بتاعتها بتساوي 5 جرام، والفوليوم بتاع نفس السبستانس بيساوي 1 كيوبيك سنتيمتر، تقدر تقول لي الدنستي بتساوي كام؟ هنقول 5 اللي هي الماس اوفر ال1 اللي هو الفوليوم، 5 اوفر 1 يطلع معاك في النهايه 5. صح كده؟ ده كلام جميل. 5 وبالمره الميجرنج هتبقى جرام اللي هي بتاعه الماس اوفر، بس مش هنخليها اوفر، هنخليها على نفس السطر فيبقى اسمها بير كيوبيك سنتيمتر، وتبقى هي دي الدنستي اللي انا حسبتها، ودي كمان الميجرنج يونت بتاعتها. صح كده؟ تمام. صلي على النبي بقى عليه الصلاه والسلام. هي دنستي بتساوي كام؟ قال لي بتساوي 5. طيب والماس برضو بيساوي كام؟ قال لي بيساوي 5. طب امتى الدنستي عندي كانت هي الماس؟ قال لي لما الفوليوم كان ب1. ما هو طالما الفوليوم كان ب1 فخلى ال5 اوفر 1 تطلع برضو بكام؟ ب5. يعني كده الدنستي هي الماس لما يكون الفوليوم بكام؟ ب1. عشان كده قلت لك ان الدنستي هي الماس اوف 1 كيوبيك سنتيمتر. الماس اوف 1 كيوبيك سنتيمتر. الدنستي كانت بتساوي الماس امتى؟ لما الفوليوم كان ب 1 كيوبيك سنتيمتر. عشان كده قلت لك ماس اوف 1 كيوبيك سنتيمتر اوف سبستانس. وفوق بقى في الديفينيشن المكتوب استبدلت كلمه 1 كيوبيك سنتيمتر دي بكلمه بسيطه قوي الا وهي يونت فوليوم، مقصود بيها ان الفوليوم ب 1. تمام كده لغايه دلوقتي؟ يا رب تكون المعلومه دي فهمت او وصلت بشكل كويس. يبقى انا اولا فهمت ايه هو ديفينيشن الدنستي، ماس اوف يونت فوليوم اوف سبستانس او ماس اوف 1 كيوبيك سنتيمتر اوف سبستانس. كمان كتبت الرول بتاع الدنستي، رو ايكوال ماس اوفر فوليوم، الرو دي هي الدنستي. وكمان اتكلمت عن الميجرنج يونت للدنستي اللي هتبقى جرام بير كيوبيك سنتيمتر. ودي جت منين؟ جت من الرول هو الماس بيتقاس بالجرام، الفوليوم بيتقاس بالكيوبيك سنتيمتر، يبقى جرام اوفر كيوبيك سنتيمتر اللي هي جرام بير كيوبيك سنتيمتر. لو هكبر شويه فهقول كيلو جرام بير بدل سنتيمتر تبقى متر كيوبيك. او ممكن في اب بنقول كيلو جرام بير لتر عشان تبقى فاهم ان دي كيوبيك سنتيمتر، دي كيوبيك متر، ودي لتر، ودول كلهم اليونتس بتاعت الفوليوم. جرام وكيلو جرام دول كلهم يونتس الماس. يبقى هي اتكلمت هنا في حاجات مهمه قوي عن ايه هو دينستي، ديفينيشن دينستي، ايه هو الرول اوف دينستي، وكمان ايه هي الميجرنج يونت اللي انا اقدر احسب بيها الدينستي يا شباب. طيب عشان كده لما نيجي السلايد الثانيه اللي نتكلم فيها بقى عن الدينستي ورول الدينستي، تمام، ونتكلم عن ان الدينستي الرو ايكوال ام اوفر الفي، تبقى انت فاهم على طول ان الرو دي هي عباره عن الدينستي اوف سبستانس، والدينستي يا مستر محمد بتقاس بميجرنج يونت الا وهو جرام بير كيوبيك سنتيمتر او كيلو جرام بير كيوبيك متر او كيلو جرام بير لتر. تمام، دي كده الدينستي او الرو. الام سمول اللي تحت دي عباره عن الماس. طب يا مستر محمد الماس بتقاس بايه؟ الماس بتقاس بالجرام والكيلو جرام. طيب
والفي بقى اللي تحت، الفي بتقاس، او الفي هي عباره عن الفوليوم الاول. ممكن شباب في اوقات اقول لك الفي هي الفوليوم، او في اوقات ممكن اقول لك فول في او ال دوت، دي اختصار فوليوم. تمام. والفوليوم بيقاس بكيوبيك سنتيمتر او كيوبيك متر او بالليتر يا شباب. وده برضه التراينجل بتاعنا اللي ده احسب بيه الدنستي. عايز احسب الدنستي، هقوم قايل الدنستي ايكوال ماس اوفر فوليوم. هحسب الماس ايكوال دنستي تايمز الفوليوم. هحسب الفوليوم ماس اوفر دنستي. ويبقى انا كده فهمت الرول الخاص بالدنستي وبيتكون من ايه، وايه هو الميجرنج يونت الخاص بكل سبستانس موجوده عندي يا دكاتره. طيب مستر محمد، ايه هي الفاكتورز اللي ممكن تاثر على الدنستي؟ في بدايه الامر بس يا شباب لازم اقول لك معلومه مهمه جدا 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 تبقى فاهمها معايا وحافظها صم. بس طبعا فاهمها الاول عشان تبقى حافظها بشكل كويس. الدنستي هي عباره عن كاركترستيك بروبرتي اوف ماتر، صفه مميزه لاي ماتر. طيب بما ان الدنستي صفه مميزه لاي ماتر، يعني عامله بالظبط زي بصمه صباعي. انا دلوقتي عايز افتح التليفون، صباعي على البصمه فتح. مفيش حد في الكون عنده بصمه زي بالظبط يقدر يفتح تليفوني. تمام، ده كلام جميل. الماترز عندهم صفات برضو بتميزهم، يعني الخشب عنده صفه تميزه عن الحديد، وعنده صفه تميزه عن الازاز، وعنده صفه تميزه عن اي سبستانس حوالينا. طب ايه هي الصفات اللي بتميز الماترز عن بعضها زي البصمه بالنسبه للانسان؟ من ضمن الصفات الدنستي. عشان كده لما اقول لك ان الدنستي بتاعتي، الدنستي ثاني كده وركز في الكلام، الدنستي اقول لك انها كاركترستيك بروبرتي، تفهم ان فعلا الدنستي هي صفه بتميز اي ماده. لذلك لو انا معايا بيور سبستانس، لو انا معايا ماده بيور سبستانس مفيش اي امبيورتيز موجوده معاها، يعني معايا وليكن حاجه زي الميه بدون اي شوائب فيها، بدون اي حاجه تبقى في الميه، لو معايا اي سبستانس بيور الدنستي بتاعتها ما بتتغيرش. ليه؟ لانها سبستانس محدده وبيور، فبالتالي ليها صفه معينه ما اتاثرتش او ما اتغيرتش اللي هي دنستي. تمام؟ زي بالظبط صباعك، بصمه صباعك زي الفل تميزك مفيش اي مشاكل زي البيور سبستانس. طب تمام، لو انا قلت لك انزل البول بسين اقعد فيه براحتك، طلعت لي بعد 5 ساعات فطلعت لقيت صوابعي ايدك مكرمشه قوي، قلت لك افتح تليفونك كده، جيت تفتحه مش راضي يفتح. ليه؟ عشان وقتها جلدك واخد شكل مختلف، او لو لا قدر الله اتعورت يعني برضو جلدك او شكل البصمه بتاعتك مش زي ما هي. تمام، حصل فيها مشكله فبالتالي مش عارف تفتح التليفون. زي بالظبط البيور سبستانس، لو سبستانس بيور فتبقى الصفه بتاعتها زي الدينستي ما تتغيرش. تمام؟ طيب امتى هتتغير الدينستي؟ لو السبستانس بتاعتي زي ما قلت لك مش بقى بيور. وساعتها ايه بقى الحاجات اللي تاثر في الدينستي والحاجات اللي تغير فيها؟ قال لك عندك 4 فاكتورز، في 4 عوامل يغيروا لك من الدينستي. اول عامل الا وهو الدينستي او سوري الماس اوف موليكيول. طيب تاني عامل هو الديستانس between molecules او بنسميها في اوقات intermolecular spaces. تالت حاجه الديجري اوف بيوريتي اوف سبستانس، مدى نقاوه الماده بتاعتي. رابع حاجه التمبريتشر. طيب فهمنا يا مستر محمد كده سريعا ازاي دول بيأثروا في الدينستي؟ هقول لك صار على الاول. رو ايكوال برضه بايظه. تمام، الرو ايكوال ماس اوفر فوليوم. تمام، حلو قوي. الدنستي موجوده فوق والماس موجوده برضو فوق، تبقى الريليشن بينهم دايركت. الريليشن بينهم دايركت، حلو قوي. يعني كده يا مستر محمد الرو دايركتلي بروبورشنال مع الماس. يعني في النهايه يا مستر محمد لو الدنستي كبيره خلي الماس كبيره، والعكس لما اغير في الماس الدنسيتي تتغير، بس بشرط تبقى الماتر بتاعتك مش بيور. طيب ده كلام جميل. فهمت ازاي الماس اوف موليكيولز بتاثر في السبستانس او بتاثر في الدنسيتي اوف سبستانس. طيب ازاي الديستانسز بتوين موليكيولز او ازاي المسافات اللي بين الموليكيولز او الانترموليكولار سبيسز ازاي بتؤثر على الدنسيتي؟ هفهمك. انت فاهم بس مبدئيا يعني ايه الانترموليكولار سبيسز او المسافات اللي بين الموليكيولز؟ هفهمك. لو انت عندك في سبستانس معينه دي الانترموليكولار سبيسز بتاعتها او دي المسافات بين الموليكيولز بتاعتها، تمام، وقتها المكان اللي الموليكيولز واخده ده بنسميه باسم فوليوم.
تمام. طب بقول لك ايه، لو كبرت الانتر موليكيولار سبيسز شويه، لو كبرت المسافات بين الموليكيولز شويه وبقت كده، بص كده ايه اللي حصل. تتوقع المكان اللي الموليكيولز خدوه بقى اكبر ولا اصغر؟ يعني الفوليوم اكبر ولا اصغر؟ قال لي هنا بقى اكبر. طب لما الفوليوم يتغير، هو مش الفوليوم هنا تحت والدنستي فوق؟ يعني الريليشن بينهم انفرس. الريليشن بينهم ايه؟ انفرس. طبعا. يعني يا مستر محمد الرو الدنستي انفيرسلي بروبورشنال مع الفوليوم. يعني هنا في الاكزام اللي انا شرحته لك من شويه، الفوليوم هنا حصل له ايه؟ حصل له انكريز، الفوليوم زاد. الفوليوم بما انه زاد لازم يحصل العكس في الدنستي، تبقى الدنستي تقل. في النهايه الفوليوم اثر على الدنستي ولا ما اثرش؟ اثر ازاي؟ اثر لما الديستانسز بتوين موليكيولز او لما الانتر موليكيولار سبيسز اتغيرت، معاها الفوليوم اتغير ومعاها الدنستي برضه اتغيرت. الديجري اوف بيوريتي اوف سبستانس طبعا دي فهمناها، لو اتغيرت درجه نقاوه الماده بتاعتي بيختلف الدنستي على طول. واخر حاجه التمبريتشر اللي هنتكلم عنها شويه كويسين جدا. طيب كده اتكلمت عن ازاي فعلا في فاكتورز تقدر تاثر على الدنستي عموما عشان افهم تغير الدنستي بالنسبه لي. طيب هنا بيقول لك نوتس بسيطه، الدنستي اوف بيور سبستانس doesn't change by changing mass or volume of it. وركز في الكلام اللي بقول لك عليه. اول كلمتين بقول لك density of pure. density of pure يعني density الماده النقيه. هي الماده النقيه يا مستر محمد مالها؟ الماده النقيه او البيور سبستانس الدنسيتي بتاعتها ثابته ما بتتغيرش مهما اتغير عندك الماس او الفوليوم، زي بصمه صباعك بالظبط وانت صباعك سليم. يبقى because density of pure substance، لان density بتاعت البيور سبستانس is physical characteristic property، صفه مميزه لاي سبستانس، constant value رقم ثابت ما بيتغيرش. طب يا شباب تعال بقى نتكلم دلوقتي عن الريليشن بين الماس والفوليوم وعلاقتهم بالدنسيتي عموما. تمام يلا بينا. طيب لو انا عايز افتكر رول زي الرو او الدنسيتي كانت بتساوي الدنسيتي ايكوال ماس اوفر الفوليوم. تمام كده؟ تمام 10 على 10. طيب لو عايز اعرف الماس لوحدها بتساوي ايه، فهقول الماس بما انها هي اللي فوق ايكوال الاثنين دول تايمز، فكده هقول الرو تايمز فوليوم. يعني كده يا مستر ايه الريليشن بين الماس وبين الفوليوم؟ واضحه، الريليشن بينهم دايركت، ده فوق وده فوق زيه. يبقى كده يا مستر محمد الماس دايركتلي بروبورشنال ويز الفوليوم. يعني لو انا عندي سبستانس بكبر ليها الفوليوم تلقائي هتلاقي الماس كبرت. طيب ده ايه علاقته بقى بالدنسيتي؟ هقول لك، صلي بينا على النبي. مش الريليشن بين الماس والفوليوم دايركت؟ تمام. يعني لو عايز ارسم جراف يعبر عن الكلام ده كله مش هلاقي جراف انسب من اللي مرسوم عندك هنا ده، وشكله مبكسل ما يعلم بيه الا ربنا. طيب هكتب فوق الام اللي هي الماس على الواي اكسس. طيب دي كده الماس، وهنا الفي اللي هو الفوليوم. ما علينا نمسح الاول بالمنظر ده العكر ده، وعلى طول ادي كده ده الفوليوم. والريليشن بينهم يا مستر محمد دايركت ولا انفرس؟ ايه الريليشن بينهم؟ دايركت، فتلقائي رحت عامل الريليشن بالمنظر ده. طيب تعالى بقى هنا نفهم حته اكتر عشان نبقى فاهمين كل حاجه. لو انا جيت رسمت لنفس الجراف ده هنا وادي الماس، تمام، وهنا كده ادي ده الفوليوم. طيب والريليشن بينهم دايركت بالمنظر ده. حلو كده؟ حلو قوي. لو انا عايز احسب السلوب، زي ما كنا بنحسب السلوب في الماث، صح كده؟ صح. هو السلوب عندك بيساوي ايه؟ مستر محمد انا عارف من الماث ان السلوب بيساوي الواي او الديفرنس ان واي اوفر الديفرنس ان اكس. تمام كده لغايه دلوقتي كلام جميل. طيب يعني لو انا كنت عايز اجيب السلوب من على جراف زي ده كنت بعمل كده وكده، وهنا باخد نقطه وهنا باخد نقطه. النقطه دي بجيب لها الواي بتاعتها ودي بجيب لها الاكس بتاعتها،
والبوينت دي برضو من على الجراف بجيب لها الواي بتاعتها، والنقطه نفس النقطه بجيب لها الاكس بتاعتها. دي اسمها y1 اهي، y1 ودي y2، دي x1 ودي x2. تمام كده لغايه دلوقتي 10 على 10. طيب وعشان كنت اجيب الاسلوب كنت بقول كده y2 minus y1، دي حاجه انت خدتها في الماث، اوفر x2 minus x1، بس بنأكد برضو تأكيدا ليك. تمام كلام جميل. طب ينفع اسال سؤال بسيط؟ هو الواي اللي مكتوب عليها؟ قال لي الواي هي عباره عن الماس. حلو قوي. طيب والاكس اللي مكتوب عليها؟ قال لي الاكس مكتوب عليها الفوليوم اهي. الحمد لله. طب هو انت الماس اوفر الفوليوم ده مش بيفكرك بحاجه؟ بيفكرني طبعا الرو الدنستي. يبقى كده يا مستر محمد الدنستي اللي موجوده عندي هي السلوب. فكده السلوب بتاع الجراف اللي بين الماس والفوليوم، السلوب اللي انا حسبته طلع في النهايه هو عباره عن الدنستي، لان السلوب عباره عن الواي اوفر الاكس، والواي ماس اوفر الاكس الفوليوم، والماس اوفر الفوليوم بيمثل لك الرو بتاعتنا. يبقى انا كده فهمت الريليشن بتوين الماس والفوليوم، وكمان فهمت علاقتهم بالدنستي. طيب ده كده كلام جميل قوي. تعال نخش نتكلم بقى على حاجه اسمها relative density of substance، ودي بقى حته حلوه قوي 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 ومهمه جدا جدا جدا. طيب مستر محمد اتكلمت عن الدنستي، انا بستفاد ايه في موضوع الدنستي ده يا شباب؟ هقول لك بستفاد ايه. بستفاد ان انا لو جبت نقطتين زيت رميتهم فوق الميه، تمام، هلاقي دينستي او هلاقي الاول الاويل بيحصل له فلوتنج، بيطفو على سطح الميه. يعني الدينستي او الاويل الاول فوق حصل له فلوتنج، والميه حصل لها سينكينج او الميه نزلت تحت، الزيت فوق والميه تحت. تمام، زي ما انت عندك بالظبط هنا باين في الصوره دي. الاويل هو اول حاجه فوق طفى على الوش، حصل له حاجه اسمها فلوتنج او طفو عام هو على الوش بلغتنا العاميه، وهنا الووتر، وتحت خالص حاجه زي الهاني. طيب ده ليه بقى؟ ده نتيجه لحاجه اسمها لما بحسب الريلاتيف دينستي بلاقي ان الاويل لازم ان هو يحصل له فلوتنج فوق. هو يعني ايه اما حسبت له الريلاتيف دينستي لقيت ان الاويل لازم يحصل له فلوتنج ويطلع فوق؟ افهمك بقى. يبقى كده بتكلم عن المقصود بالريلاتيف دينستي، وهي عباره عن ايه بقى الريلاتيف دينستي؟ هي عباره عن ريشيو، تمام، عباره عن ريشيو ما بين الدنستي of substance to density of pure water at same temperature. كلام جميل قوي 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 يا مستر. تاني كده، الريلاتيف دنسيتي عباره عن ريشيو، نسبه ما بين density of substance to density of water at same temperature، والاثنين في نفس درجه الحراره سواء الميه او السبستنس الثانيه. طيب ده كده كلام جميل. طب ما تيجي نفهم اكتر ونشوف رول احسب بيه الريلاتيف دنسيتي دي. تمام، تعال من الديفينيشن هنجيب الرول، ودي سهله جدا جدا جدا، بس الرول كده بالصلاه على النبي كله خربان، بس مش مهم. خربان تعال نكتبه سوا انا وانت. يلا بينا يلا بينا. مش انا كنت بقول لك في الديفينيشن من شويه ان الريلاتيف دنسيتي هي عباره عن الريشيو بتوين سبستانس او الدنسيتي اوف سبستانس تو الدنسيتي اوف ووتر؟ تمام، يبقى انا هقوم شادد بالظبط كده، بما انها ريشيو فهشد الفراكشن بتاعي. حلو الكلام لغايه دلوقتي، حلو. وهكتب فوق الاتي، هكتب فوق ايه يا مستر محمد؟ هكتب الدنسيتي اوف سبستانس، الدنسيتي اوف سبستانس، بس خد بالك دي في درجه حراره معينه، اوفر الدنسيتي اوف ووتر في نفس التمبريتشر بتاعت السبستانس اللي فوق عندي. تمام، يبقى الدنسيتي اوف سبستانس اوفر الدنسيتي اوف ووتر، عشان كده اسمها ريلاتيف دنسيتي او الدنسيتي النسبيه. فهو بنحسبها بقانون تاني، بس بنستبدل الدنسيتيز دول بنستبدلهم بماسز، ماس اوف سبستانس اوفر ماس اوف ووتر ات سيم تمبريتشر. تمام زي الفل. يبقى هنا ممكن استبدل الدنسيتي بالماس اوف سبستانس اوفر الماس اوف ووتر. في مشكله كده لغايه دلوقتي؟ تمام. ده كده الرول اوف ريلاتيف دنسيتي، ده يحترم قوي. يبقى كده الريلاتيف دنسيتي بتساوي الدنسيتي اوف سبستانس اوفر الدنسيتي اوف ووتر. طيب بصراحه ما ينفعش نعمل لها ترينجل؟ تعال عليا الاثنين نعمل لها ترينجل لذيذ. ده بقى انت تعمله معاه بايدك.
ليه؟ عشان تفهم اكتر ازاي تستخدم التريانجلز في الفيزيكس. مين ده؟ relative density. حلو قوي، هكتبها هنا relative density. حلو قوي، هتساوي density substance، يبقى معامل فوق rho substance. تمام؟ وتحت هنا density water، يبقى هو عامل هنا rho water. وممكن نستبدل الرو بالماسز حسب القانون الثاني. تمام كده لغايه دلوقتي؟ يبقى الريلاتيف دينستي هنا رو اوف سبستانس او density اوف سبستانس، تحت رو اوف ووتر او density اوف ووتر. حبيت احسب الدينستي اوف سبستانس هقول الريلاتيف دينستي تايمز الدينستي اوف ووتر. حبيت احسب الدينستي اوف ووتر هقول الدينستي اوف سبستانس اوفر الريلاتيف دينستي. يا شباب طب سؤال بسيط قبل ما نقفل الحته دي، مش دي ريشيو نسبه ما بين دينستي ودينستي والاثنين دول عندهم نفس الميجرنج يونت؟ يبقى كده الريلاتيف دينستي ما ينفعش يكون عندها ميجرنج يونت. ليه؟ هل في ريشيو في مره حسبتها في الماث ليها ميجرنج يونت؟ هل عمري حسبت ريشيو بين حاجتين ليهم ميجرنج يونت؟ لا. يبقى اذا بما ان الريلاتيف دينستي ريشيو بين الدينستي اوف سبستانس والدينستي اوف ووتر، فتظل الريلاتيف دينستي لا تملك ميجرنج يونت. تمام؟ زي الفل. فهمت ايه هو يعني ايه ريلاتيف دينستي من حيث ديفينيشن؟ فهمت ايه هو الرول اللي حسبت بيه الريلاتيف دينستي؟ تعال بقى نمسك كده تو بروبلمز نفهمهم على طول عن الدينستي عموما يظبطوا لنا الدنيا. يلا بينا، سمي الله. بسم الله. السؤال بيقول لك A pot contains an amount of gasoline. ماشي، إناء بيحتوي على كمية من الجازولين. حلو قوي. Its mass equal 3450، يبقى دي الماس، دي الام كيلوجرام، and its volume equal 5 متر كيوبيك، يبقى الفوليوم او الفي بيساوي 5 متر كيوبيك. بيقول لك so its density is كام كيلوجرام بير متر او بير متر سكوير؟ انا عايز احسب الدنستي او الرو، هقول الماس بتاعتي اللي هي 3450 اوفر 5. نكالكليت بقى بسرعه دلوقتي ونشوف الرقم ده هيطلع معايا كام. بنقول 4000 او 3450 اوفر 5 تطلع معاك 690. تمام زي الفل. خش على السؤال الثاني. بيقول لك if the density، وبقى السؤال ده مهم ركز معايا فيه عشان اطلع لك منه بوينتس كتير جدا هتفيدك. بيقول لك if the density of aluminium، لو الدنستي بتاعت الالومنيوم and density of water at the same temperature، لو دنستي الالومنيوم ودنستي الووتر على الترتيب بتساوي الرقمين دول. يعني معنى اصح دي دنستي الالومنيوم، دي رو ال رو الالومنيوم بتساوي 2700، ودي رو الووتر، دي الرو بتاعه الووتر بتساوي 10 باور 3 اللي هي 1000. بقول لك ريسبكتيفلي على الترتيب. so the relative density of aluminium. طيب انا عايز احسب الريلاتيف دينستي، صح كده؟ صح. ايه هو الرول بتاع الريلاتيف دينستي يا مستر محمد؟ قانون الريلاتيف دينستي بيساوي، عايز احسب الريلاتيف دينستي اوف مين؟ اوف الومنيوم. يبقى ده هيساوي رو السبستانس اللي هي الالومنيوم اوفر رو الووتر اللي هي دينستي الميه. طيب دينستي الالومنيوم هو من ده لك كام؟ 2700، ورو الووتر كام؟ 10 باور 3 اللي هي 1000. تمام. تعال نشوف 2700 اوفر 10 باور 3 تطلع معاك على الكالكوليتور 2.7 وملهاش اي ميجرنج يونت. وده ليه يا مستر محمد ملهاش اي ميجرنج يونت؟ ده نظرا لانها بمنتهى الهدوء ريشيو ما بين نفس الحاجه، رو ورو، دينستي ودينستي. تمام. لو انا قلت لك ان الريلاتيف دينستي بتاعت حاجه زي الايرن، الريلاتيف دينستي الايرن لو قلت لك الريلاتيف دينستي الايرن بتساوي رقم وليكن قول مثلا 7. مستر محمد انا عندي معلومه. ايه هي؟ انا فاكر ان دينستي الميه الريلاتيف دينستي بتاعت الووتر كانت بتساوي 1 جرام بير كيوبيك سنتيمتر، او بتساوي 1000 كيلو جرام، بتكافئ يعني 1000 كيلو جرام بير كيوبيك متر. تمام كده 10/10. طيب
لو انا قلت لك بما ان انت عارف ان الدينستي اوف ووتر بتساوي 1 جرام بير كيوبيك سنتيمتر، وانا جبت لك اي سبستانس معينه وقلت لك ان الدينستي بتاعتها بتساوي 5 مثلا، تمام وجيت قلت لك ما تيجي انا وانت نجيب الريلاتيف دينستي، هتقولي سهله، هقول 5 دينستي بتاعت السبستانس اوفر 1 بتاعت الميه تطلع 5. دي عباره عن الريلاتيف ايه؟ دينستي، صح كده؟ صح. ساعتها لو الماده دي السبستانس دي اتحطت في الميه لازم يحصل لها سينكينج، تغطس. وده ليه؟ لان الريلاتيف دينستي طلعت قيمتها مور ذان 1. ايه ده يا مستر محمد؟ هي لو الريلاتيف دينستي طلعت ليس ذان 1 ساعتها السبستانس ممكن يحصل لها فلوتنج، تطفو؟ طبعا. لذلك حاجه زي الاويل ليه بيحصل له فلوتنج اون ووتر سيرفيس؟ ليه بيطفو فوق سطح الميه؟ لان الريلاتيف دينستي لما باجي اجيب الدينستي بتاعت الاويل بالنسبه للميه تطلع اقل من 1، فبالتالي ده حاجه تعرفك ان ساعتها الاويل بيطفو فوق، لان الاويل الدينستي بتاعته اقل من دينستي الميه. تمام؟ يا رب تكون المعلومه دي وصلت كويس جدا يا شباب. طيب كده كلام جميل، وحاليا سؤالين حلوين فهمونا كل حاجه. تعال نخش على الجهاز اللي بيقيس لي الدينستي او بيقيس لي الريلاتيف دينستي. الجهاز اللي بيقيس لي شباب الدينستي او الريلاتيف دينستي اسمه هيدروميتر. اسمه يا شباب هيدروميتر. ده اللي بيقيس لي الدينستي العاديه او بيقيس لي الريلاتيف دينستي اوف سبستانس. طيب هو انا هستفاد ايه يا مستر محمد لما اقيس الدينستي اوف ووتر؟ هستفاد كتير جدا. مش انا لسه قايل لك في اول الحصه ان البيور ووتر او البيور سبستانس ليها دينستي ثابته ما بتتغيرش زي بصمه صباعك؟ فلو انا قلت لك ان الدنستي اوف بيور ووتر ايكوال 1 جرام بير كيوبيك سنتيمتر، تترجم وتفهم على طول انت ان لو اتغيرت الدنستي دي تبقى ساعتها الميه بتاعتي لسه بيور؟ لا طبعا. فبالتالي لو انا جيت قيس دنستي الووتر وما طلعتش هي الدنستي اللي انا عارفها اللي هي 1 جرام بير كيوبيك سنتيمتر، تعرف وقتها ان الميه دي فيها ملوثات، فيها بوليوتنس غيرت من صفاتها الفيزيكال، غيرت من الفيزيكال بروبرتيز بتاعتها. لذلك انا بقدر عن طريق الهيدروميتر اقيس الدنستي العاديه واقيس الريلاتيف دنستي عشان اعرف هل في بريزنس اوف بوليوتنس ان ووتر ولا لا، اعرف في ملوثات في الميه ولا لا يا شباب. طيب تركيبه عباره عن ايه يا شباب الهيدروميتر ده؟ سريعا هو عباره عن هولو جلاس كونتينر، عباره عن وعاء زجاجي شفاف، هولو جلاس كونتينر من جوه مفرغ فاضي، تمام؟ ليه بوتوم او ليه قاعده، ليه نهايه تحت وايد واسعه، بتحتوي على او كونتينز ليد او ميركوري بول، بتحتوي على كور صغيره من الميركوري، من الزئبق اللي موجود في الثرمومتر او من ماده اسمها ليد. حلو، ودي هدفها انها تثبت الهيدروميتر. طيب تعال بقى كده واحده واحده عشان نفهم اكتر ونشوف شكل الهيدروميتر عامل ازاي. ده الهيدروميتر يا شباب، ادي الجلاس كونتينر عادي اهو، مدور من جوه هولو فاضي، نفس القصه هنا اهو. هو ده الهيدروميتر، من تحت عنده وايد، تمام؟ بيز عنده نهايه تحت عريضه حاطط فيها يا اما ميركوري يا اما ليد عشان خاطر يثبت لي الهيدروميتر ده اللي هقدر اقيس بيه الدنستي. طيب دي معلومه حلوه قوي يا شباب. تعال كده نرجع بسرعه ونقول هولو جلاس كونتينر شفناها ويز وايد بوتوم، حلو، موجود فيها كونتين ليد اور ميركوري، بتحتوي على يا اما ليد، كونتين ليد اور ميركوري، وده هدفهم فور فيرتيكال ستابلايزيشن عشان خاطر يثبت الهيدروميتر وهو واقف بشكل فيرتيكالي. and connected to long small cylinder، ومتصله بالسلندر الطويله الرفيعه. حلو، وبتعمل ايه بقى الجلاس تيوب دي؟ قال لك is graduated in units، تمام؟ يعني فيها ترقيم او فيها تدريج خاص بالدنستي، ولكن التدريج ده ماله؟ افهم عشان تفهم معايا كل حاجه. قال لك التدريج ده that the lower scale indicates the highest density. بمعنى ايه؟ بمعنى ان نهايه الهيدروميتر من تحت فيها اعلى ترقيم، والجزء اللي فيه من فوق في اقل تقييم او في اقل ترقيم. لا افهم معايا واحده واحده عشان ما ندوش انا وانت. تاني بنقول هنا ايه؟ بنقول ان الجلاس تيوب الامواج بتاعت الهيدروميتر اللي بتتحط في الليكويدز is graduated in units of density، مرقمه بقيم من الدنستي. ولكن اللور سكيل ماله؟ اللور سكيل، اللور سكيل ده بيindicate الهايست دنستي. اللور سكيل اللي تحت بيمثل لك اعلى دنستي، يبقى الجزء اللي تحت بيمثل لك اعلى دنستي، واعكس. والجزء اللي فوق يا مستر محمد and the higher scale الجزء اللي فوق بيمثل لك اقل دنستي. طيب افهم اكتر؟ تعال افهمك اكتر. نروح للرسمه.
ده الهيدروميتر. خدت بالك من الارقام؟ خدت بالي. بص كده التدريج اللي موجود على الهيدروميتر ماله بسيط قوي، وبيوضح لك ان السكيل اللي فوق هو اقل قيم الدنستي، وكل ما بنزل تحت السكيل بيزيد. تمام كده لغايه دلوقتي؟ علشان افهم لما اجي احط الهيدروميتر في تو ليكويدز فوق بعض، احط الهيدروميتر في تو ليكويدز فوق ايه؟ فوق بعض. طبعا. يعني افترض ان انت هنا عندك ادي دي الميه وادي ده الاويل. تمام كده لغايه دلوقتي؟ تمام. 10 على 10. ده كده دنستي الميه، وده كده دنستي الاويل، والترقيم فوق فكده يبقى الاويل عنده دنستي صغيره، وترقيم الميه تحت يبقى كده الميه عندها دنستي كبيره اكبر من الاويل. عشان كده الاويل طلع فوق والميه نزلت تحت. تمام كده يا شباب؟ يا رب يكون الهيدروميتر اتفهم. 10 على 10 كده فهمت الهيدروميتر كويس جدا. طيب تعالى بقى نفهم الحته دي كويس جدا، ونشوف ايه هي النوتس المهمه اللي على الهيدروميتر او تخص الهيدروميتر. يلا بينا. ويا شباب بالمناسبه النوتس دي هنسالها من دلوقتي او نسالها من شويه، بس تاكيدا نتك عليها تاني عشان مهمه. قال لك after putting a hydrometer in a liquid، بعد ما بحط الهيدروميتر في liquid a part of it is immersed in a liquid. تمام. جزء من الهيدروميتر بيتغمس وبينزل في الليكويد بتاعي. حلو قوي. according to density of liquids. ركز بقى هنا عشان دي معلومه مهمه جدا جدا جدا. قال لك in liquid of higher density، يعني لو حطينا الهيدروميتر في سائل في liquid ليه density كبيره. density ايه؟ كبيره. قال لك ساعتها a large part of hydrometer is floated on a liquid surface. بمعنى ايه؟ لو انا عندي يا مستر محمد سائل عنده density كبيره، تاني عندي سائل عنده density ايه؟ كبيره. طيب هو مش حضرتك قلت لي من شويه ان الهيدروميتر اللي موجود قدامي ده ببدا الجراديويشن بتاعه من فوق، يعني ببدا الترقيم بتاعي من فوق 1 2 3 وانزل تحت. حلو. تمام. والترقيم بتاعي بيزيد طول ما انا بنزل تحت. صح كده؟ يعني انا ببدا من فوق الترقيم صغير او الجراديويشن صغير، ببدا من فوق 1 2 3 وهكذا، وتحت الجراديويشن بتاعي بيبدا يكون اعلى حاجه. طب بالعقل والمنطق ده ليكويد ليه هاير دنستي، ليكويد عنده دنستي كبيره، يعني لازم يشاور على رقم كبير. قال لك يبقى ساعتها اللي هيحصل ان لازم اللارج بارت اوف هيدروميتر، جزء كبير من الهيدروميتر يبقى فلوتد، يبقى عايم فوق سطح الليكويد. ليه؟ عشان السيرفيس بتاع الليكويد يقف عند قيمه من قيم الدنستي تكون كبيره، ويعرفني ساعتها ان هو عنده هاير دنستي، فبالتالي الهيدروميتر طلع لفوق عشان سطح الليكويد يشاور على قيمه كبيره من الدنستي. تمام؟ يا رب تكون اتفهمت. طب تعالى كده نقول النوت اللي جايه من غير ما نجيب السلايد بتاعتها. نفترض ان ده ليكويد عنده دنستي صغيره، يعني المفروض تطلع الفاليو بتاعتها في الجزء اللي فوق. تمام؟ تمام. يبقى لازم الهيدروميتر ساعتها يحصل له ايه؟ يفضل فوق ولا ينزل تحت شويه؟ ينزل تحت شويه عشان سطح الليكويد، عشان السيرفيس اوف ليكويد يشاور على القيمه الصغيره لان عنده دنسيتي صغيره. فساعتها الجزء الاكبر من الهيدروميتر يحصل له اميرسد، يعني يغطس في الليكويد، ولا يبقى فلوتد زي ده؟ قال لي لا، هيبقى اميرسد. ليه؟ عشان تبقى بالتالي سطح الليكويد يشاور لك تاني، سطح الليكويد او الليكويد سيرفيس يشاور لك على قيمه الدنستي اللي هي هتكون قيمه صغيره. تمام؟ يا رب تكون وصلت. لذلك لما اقول لك في النوت الجايه، اقول لك في حاله ان انا عندي ليكويد اوف لور دنستي، يبقى اللارج بارت اوف هيدروميتر، الجزء الاكبر من الهيدروميتر از immersed، الجزء الاكبر من الهيدروميتر لازم بقى يكون ايه؟ لازم يكون غطسان في الليكويد. ليه غطسان في الليكويد؟ عشان القيمه الصغيره اللي فوق دي اللي تعبر لي عن دنستي الليكويد الحقيقي. تمام؟ يا رب تكون دي وصلت، تركز فيها عشان مهمه جدا 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 جدا. طيب تعال نتكلم ان الهيدروميتر انا بستخدمه في ايه؟ use to detect the presence of pollutant in water. طيب ليه؟ ليه انا بستخدم الهيدروميتر؟ عشان اعرف هل في وجود من ملوثات في الميه ولا لا. قال لك بمنتهى الهدوء عن طريق ان انا بقيس دنستي اوف ووتر. لو دنستي الووتر اتغيرت عن قيمتها اللي انا قلت لك عليها من شويه اللي هي 1 جرام بير كيوبيك سنتيمتر، هعرف ان الميه وقتها مش بيور.
الميه في ماده دابت فيها زي ما قلت لك غيرت لي من صفاتها، فانا كده فعلا قدرت استخدم الهيدروميتر عشان اعرف بيه الدنسيتي بتاعت الميه او الميه بتاعتي سليمه ولا لا يا شباب. تمام زي الفل. طيب سيبك من السؤال اللي عدت، تعال نتكلم عن دنسيتي الميه، الدنسيتي اوف ووتر، ونتكلم عنها بالتفصيل بقى. انا كده اتكلمت عن الدنسيتي بشكل عام، اتكلمت عن ديفينيشن دنسيتي، اتكلمت عن الرول لاحسب الدنسيتي، اتكلمت عن الميجرنج يونت اوف دنسيتي، واتكلمت كمان عن حاجه اسمها الريلاتيف دنسيتي والجهاز اللي بقيس بيه الدنسيتي سواء عاديه او بقيس بيه الريلاتيف دنسيتي اللي هو كان اسمه هيدروميتر، واتكلمت عن الهيدروميتر بالتفصيل. تعال نتكلم عن الدنسيتي بتاعت الميه بس. طيب نتكلم عن دنسيتي الووتر بس، يلا بينا. بقول لك هنا يا دكتور محمد the density of liquid is it changed by changing its temperature، وركز عشان دي معلومه مهمه جدا 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 هفصصها دلوقتي. بنقول the density of liquids is changed، ماشي، density السوائل بتتغير by changing its temperature. طيب لو بغير درجه حراره الليكويدز تتغير الدنسيتي، بحيث لو انا عملت increasing للتمبريتشر، لو انا رفعت درجه الحراره، ده بيؤدي الى ان الانترموليكولار سبيسز بتزيد بين الموليكولز، وده بيؤدي الى ان الفوليوم بيزيد فالدنسيتي بتقل. مش فاهم حاجه خالص، بلح خالص، افهم وصلي على النبي الاول. ده ليكويد مش شرط يكون ميه، ده سائل. تمام ده عباره عن ماتر، صح ولا غلطان؟ اي ماتر بتتكون من حاجه اصغر اسمها موليكولز، وانت عارف من الحصه اللي فاتت واللي قبلها كمان، ودول شكل موليكولز اي ليكويد. موليكولز قريبين من بعض بس مش مسافه كبيره. تمام، يعني الديستانسز بين الموليكولز وبعضها زي ما انت شايف كده ريلاتيفلي، لا هي كبيره ولا هي صغيره. تمام. طب يا شباب دي الماتر وده الموليكولز بتاعها. زي ما انت شايف كده ان الموليكولز بتاعت الليكويد ماتر في بينهم وبين بعض مسافات، ولكن مسافات مش كبيره. تمام، في ريلاتيفلي ديستانس او مسافات بعيده نسبيا. تمام، 10 على 10. انا هقول لك ان الموليكولز بتاعت الماتر دي في حاله كونتينيوس موشن. الموليكولز بتاعت اي ماتر خلقها ربنا في حاله حركه مستمره. حلو، 10 على 10. بمجرد ما انا اسخن الموليكولز دول، يعني انا كده بديهم هيت انرجي. ركز عشان المعلومه اللي جايه دي معلومه حلوه قوي قوي قوي. الموليكولز دول بيتحركوا حركه مستمره in continuous motion، مش ثابتين. معنى كده انهم عندهم طاقه، عندهم انرجي بيتحركوا بيها اسمها كاينيتيك انرجي او طاقه حركه. بمجرد ما اسخنهم، ليه؟ عشان ارفع درجه حرارتهم وازود التمبريتشر. كده انا بديهم هيت انرجي، صح كده؟ صح. طب انا لما اديهم هيت انرجي مش ساعتها طاقه الموليكولز دي هتزيد؟ طبعا هتزيد، هم عندهم انرجي وانا رحت مديهم هيت انرجي، فكده زودت الطاقه بتاعتهم. ايه اللي يحصل لحركتهم؟ قال لي حركتهم هتزيد تلقائي. اللي يحصل ان حركه الموليكولز تزيد، الكاينتيك انرجي بتاعتهم زادت، الكونتينوس موشن بتاعتهم وحركتهم تزيد، يبداوا الموليكولز يبعدوا بعيد عن بعض. ليه؟ لانهم بيتحركوا حركه كبيره. حلو كده الكلام لغايه دلوقتي. السؤال بقى هنا، لو دول الموليكولز الاول قبل ما اسخنهم، شفت خدوا فوليوم قد ايه؟ خدوا فوليوم معقول. لما سخنتهم واديتهم هيت انرجي، راحت حركتهم زادت، راحوا بعدوا بعيد عن بعض، فخدوا فوليوم اكبر. يبقى انا كده عملت ايه؟ يبقى انا كده زودت الفوليوم. تاني، انا عملت ايه؟ زودت الفوليوم. طب اسال سؤال بسيط، هي الريليشن بين الديستانس او سوري من الدنسيتي وبين الفوليوم دايركت ولا انفرس؟ قال لي الريليشن بين الفوليوم وبين الدنسيتي انفرس زي ما انا شايف. طب هنا الفوليوم حصل له ايه؟ الفوليوم هنا بتاع السبستانس زاد. ليه الفوليوم زاد؟ الموليكولز اوف ليكويد ماتر ان كونتينوس موشن، حاله حركه مستمره، يعني عندهم كاينتيك انرجي. بمجرد ما اديهم هيت انرجي، اديهم طاقه حراريه، تبدا الموليكولز تتحرك حركه اسرع، يبداوا يبعدوا بعيد عن بعض، يخبطوا في بعض ويبعدوا اكتر لان طاقتهم زادت وسرعتهم زادت، فالفوليوم بتاعهم كبر، خدوا مسافه اكبر. حلوه قوي. طالما الفوليوم زاد،
الفوليوم زاد يبقى الدنستي هتقل، لان الريليشن بينهم انفرس ريليشن. يبقى انا كده فهمت الطبيعي لما بزود التمبريتشر في النهايه ايه اللي بيحصل للدنستي؟ بتقل. الله يرضى عليك. يبقى الطبيعي اللي انا فهمته دلوقتي لما بزود التمبريتشر اللي بيحصل واحده واحده باي انكريزنج تمبريتشر اهو. بمجرد ما زودت التمبريتشر اللي حصل ذا انتر موليكولار سبيسز المسافات بين الموليكولز زادت. فهمناها يا مستر. and this is lead to والكلام ده ادى الى increases. الكلام ده ادى الى زياده الفوليوم. تمام at constant mass. حلو. سو بالتالي الدنستي بتاعتك هيحصل لها ايه؟ بالتالي الدنستي هتقل. صح كده؟ 10 على 10. ده كده الطبيعي بتاع اي سبستانس. زودت درجه حراره الدنستي قلت. صح صح. الميه العكس. ايه ده؟ ما تاخدنيش في دوكه بس. الميه ايه؟ العكس. تخيل ان انا هنا لما سخنت السبستانس زودت التمبريتشر الدنستي قلت. زودت التمبريتشر الدنستي قلت. قللت التمبريتشر الدنستي زادت. الميه العكس. ازاي؟ نفهم دلوقتي مع بعض. بيقول لك by studying the effect of a changing temperature on pure water density. بدراسة تأثير تغيير درجة الحرارة على المية النقية. احنا لقينا ان المية سلوكها found that the behavior of water differ from other liquid. سلوك المية بيختلف عن بقية المواد ما بين درجة حرارة 4 سيليزيوس ل 0 سيليزيوس. ازاي؟ عينيا الاتنين هفهمك. تيجي معايا بس نفهم واحدة واحدة. يلا بينا. صلوا على النبي الأول صلى الله عليه وسلم. بيقول لك at temperature of 4 سيليزيوس. ماشي. عند درجة حرارة 4 سيليزيوس pure water reach to higher value of density. المية بتوصل لأقصى قيمة ليها من الدنستي. ودي بتساوي كام اللي احنا قلناها؟ 1 جرام بير كيوبيك سنتيمتر أو 1000 كيلو جرام بير كيوبيك متر. حلو الكلام. 10 على 10. يبقى كده عند درجة حرارة 4 عند درجة حرارة 4 اهي عند التمبريتشر 4 من على الجراف ده اهو تمبريتشر 4 انا وصلت للنقطة دي اللي هي اقصى قيمة في الدنستي. تمام تمام زي الفل. ده عند تمبريتشر كام؟ تمبريتشر 4 سيليزيوس. طيب بعد ال 4 سيليزيوس تعالى نغير في درجة حرارة المية ونقول التمبريتشر هاير ذان 4. درجة حرارة أعلى من الإيه؟ من ال 4 سيليزيوس. إيه اللي حصل لما زودت درجة الحرارة بقت أعلى من 4 ديجري سيليزيوس؟ هقول لك. صلي هنا على النبي. قال لك التمبريتشر هاير ذان 4 سيليزيوس. بمجرد ما رفعت درجة حرارة المية لأكتر من 4 سيليزيوس اللي هيحصل كالآتي. الانترموليكولار سبيسز المسافات اللي بين الووتر موليكيولز وبعضها هتزيد. نفس اللي بيحصل في السبستانسز التانيين. تمام؟ بمجرد ما رفعت درجه حراره الميه. هي مش مشكله الميه، اختلاف الميه عن بقيه الليكويدز لما قلت درجه حرارتها كمان شويه. الاول بس بيقول لك التمبريتشر هاير ذان 4 سيليزيوس. بمجرد ما رفعت درجه حراره الميه عن 4 سيليزيوس ايه اللي هيحصل؟ دي موليكيولز الووتر. تمام كده؟ تمام. بمجرد ما هعمل increasing in its temperature يبقى انا كده هدي الموليكيولز دي هيت انرجي. صح كده؟ صح. هديهم هيت انرجي. ودي حاجه بتؤدي لايه؟ قال لك دي حاجه بتؤدي ان الموليكيولز هيتحركوا حركه اسرع فيبعدوا بعيد عن بعض بالمنظر ده. فبالتالي الفوليوم بتاعهم حصل له increases. يبقى so volume increases. طيب وهي ريليشن بين الرو اللي هي الدنستي وبين الفوليوم زي ما قلنا دايركت ولا انفرس؟ انفرس. يعني لو الفوليوم حصل له انكريز فالدنستي حصل لها ديكريز. يبقى so density decreases. يبقى and the density الميه ساعتها هيحصل لها decreases زي بقيه الليكويدز التانيين. طب يا محمد حضرتك قلت لي الميه مختلفه، فين الاختلاف؟ الاختلاف هيبان لما نبرد الميه. يعني نعمل decreasing in its temperature لما نقلل درجه حراره الميه. فركزوا معايا كده الله يكرمك. طب يا شباب هنا بقى بنتكلم عن التمبريتشر
lower than 4 سيليزيوس. يعني لما اقلل التمبريتشر من 4 سيليزيوس لغايه 0 ايه اللي بيحصل؟ هقول لك ايه اللي بيحصل. بمجرد ما اقلل التمبريتشر بتاعه الميه من 4 سيليزيوس وابدا اقلل لحد ما اوصل للزيرو، اللي بيحصل كالتالي. انا عارف من شويه وزي ما قلت ان انا كل ما بزود التمبريتشر، كل ما بسخن، اللي بيحصل زودت التمبريتشر تبدا الدنسيتي تقل، صح كده؟ زودت التمبريتشر الدنسيتي تقل. اخر مره زودت التمبريتشر الدنسيتي حصل لها ايه؟ قلت. طب العكس، قلت التمبريتشر الدنسيتي المفروض انها بتزيد، صح ولا غلطان؟ بقيه السبستانسز المفروض قللت التمبريتشر يبقى الدنسيتي يحصل لها ايه؟ تزيد، ما عدا الميه. الميه بمجرد ما قلل لها تمبريتشر الدنسيتي برضو هتقل معاها دكاتره. تمام زي الفل، 10 على 10. طيب ليه يا مستر محمد؟ هقول لك ليه. دي الووتر موليكيولز، تمام كده لغايه دلوقتي؟ تمام. بمجرد ما عملت ديكريزنج للتمبريتشر، بمجرد ما قللت درجه حراره الميه less than 4، قللت درجه حراره الميه عن 4 سيليزيوس، ايه اللي يحصل؟ تبدا الووتر موليكيولز تتجمع مع بعض. تبدا الووتر موليكيولز يحصل لها كوليكتد توجذر وتشكل لك حاجه اسمها هيكساجونال كريستال شيب. فاكر شكلها هيكساجونال كريستال شيب دي اللي بتيجي في كرتون او اي حاجه تخص التلج، صح كده؟ صح، فروزن وغيرها. طيب سؤال بسيط، الموليكيولز بتاعت الووتر هتبدا انها تتجمع مع بعض وتترابط مع بعض وتقرب من بعض، حلو، ويتجمعوا كلهم يبقوا ايد واحده ومتجمعين مع بعض، حلو قوي قوي قوي، ويكون لها هيكساجونال كريستال شيب، صح ولا غلطان؟ تتوقع معلش كده الفوليوم يحصل له ايه لما موليكيولز تتجمع مع بعض؟ الفوليوم يحصل له ايه؟ ما انت قلت، برافو عليك، الفوليوم زاد. ايوه كده. طب لما الفوليوم يزيد الدنسيتي يحصل لها ايه؟ ما انت عارف ان الدنسيتي او الرو inversely proportional مع الفوليوم، ولما الفوليوم يزيد الدنسيتي تقل. وهنا انا عرفت ليه لما الميه عملت لها ديكريزنج للتمبريتشر، قللت درجه حرارتها من 4 او less than 4، الفوليوم بتاعها بدا يزيد، لان الووتر موليكيولز اتجمعت مع بعض وعملت هيكساجونال كريستال شيب واتجمعوا خدوا مكان اكبر، فبالتالي الفوليوم زاد والدنسيتي تقل. فتلاقي سبحان الله ان كل ما الميه تتجمد وتبقى 4 سيليزيوس كل ما تكون ليها دنسيتي صغيره. طب وانا قلت لك في الريلاتيف دنسيتي الماده اللي ليها دنسيتي صغيره تطلع فوق ولا تنزل تحت؟ مستر محمد قال لي ان لما الدنسيتي تكون قليله تبدا السبستانس تطلع فوق، عشان كده يتجمع التلج كله فوق سطح الميه. الجليشرز او الانهار الجليديه سطحها كله ايس، سطحها كله تلج. ده ليه؟ لان الميه لما التمبريتشر بتاعتها قلت less than 4 الدنسيتي قلت، فبالتالي طلعت الميه لفوق او طلع الايس واتكون فوق. لكن الميه اللي تحت درجه حرارتها مالها مستر؟ درجه حرارتها اعلى. ليه؟ لان اللي بيتجمد من الميه بيطلع لفوق وبيفضل تحت الميه لدرجه حرارتها 4 فما اعلى، فيظل تحت فيه كائنات حيه، يظل تحت فيه ليفنج اورجانيزمز عايشين تحت بدون ما في اي حاجه تضرهم. وده ليه؟ لان الميه لما اتجمدت الدنسيتي بتاعتها قلت. تاني، التمبريتشر بمجرد ما قلت الفوليوم زاد لما الموليكيولز اتجمعت مع بعض وعملت هيكساجونال كريستال شيب، معاها الرو او الدنسيتي قلت. مجرد ما الدنسيتي تقل الميه تطفو او التلج يطفو، يحصل له عمليه فلوتنج، فيتجمع التلج كله فوق سطح الميه زي ما انت شايف، وتفضل الميه اللي تحت درجه حرارتها معتدله ليها نورمال تمبريتشر يقدر يعيش فيها ليفنج اورجانيزمز. يا شباب تمام كده لغايه دلوقتي 10 على 10. خش على اللي بعده. يبقى كده فهمت فعلا ان الميه بتختلف في صفاتها زي الدنسيتي كده عن بقيه الكائنات الحيه. طيب تعال نتكلم عن الدنسيتي اوف ووتر اللي موجوده في الاوشنز. دنسيتي الميه اللي موجوده في المحيطات بتتاثر بثلاث عوامل مهمين. تاني كده، الدنسيتي بتاعه الميه او دنسيتي اوف ووتر اللي موجوده في الاوشنز بتتاثر بكام عامل يا مستر محمد، او بتتاثر بكام فاكتور؟ بتتاثر ب 3 فاكتورز. يلا بينا. اول فاكتور ياثر لك على الميه في الاوشنز البريشر انسايد ات، ضغط الميه الداخلي. تمام. تاني حاجه الاماونت اوف سولتس ديزولف ان ات، كميه الاملاح اللي ضايبه في الميه. تالت حاجه التمبريتشر او درجه حراره الميه اللي موجوده عندك. دول كده الفور او دول كده 3 فاكتورز اللي بتاثر لك على
دينستي الميه اللي موجوده في المحيطات. طيب ده كده كلام جميل. نمسك اول عامل فيهم اللي هو البريشر. البريشر انسايد ات. قال لك as the pressure increases، لما ضغط الميه يزيد. ضغط الميه ايه يزيد؟ with increasing depth. لا واحده واحده بقى عشان مش فاهم حاجه خالص. اتقل كده مثلا عشان نفهم. تعال افهمك. مش ده كده السيرفيس اوف ووتر، او ده قصدي الارث سيرفيس اللي هو سطح الارض. ده سطح الارض يا مستر محمد، وده كده القاع بتاع الاوشنز، قاع المحيطات. حلو قوي. تمام كده تمام. طول ما انا واقف فوق الجبل انا كده الفرق ما بيني وما بين اخر نقطه في الاتموسفير او اخر نقطه في الغلاف الجوي، الفرق بيننا قصير، صح كده؟ فانا عليا ضغط هواء صغير. تمام؟ ليه؟ عشان انا بيني وبين نهايه الاتموسفير مسافه مش كبيره، فبالتالي الهواء ده بيأثر عليا بضغط صغنن. طب نزلت تحت على الارض اهو هنا، ايه اللي حصل في المسافه بيني وبين اخر نقطه في الاتموسفير؟ المسافه زادت، فضغط الهواء عليا هيزيد. تمام. طب نزلت تحت البحر او نزلت في قاع المحيط، في البوتوم اوف اوشنز، بص كده ايه اللي حصل لارتفاعك ما بين النقطه اللي انت فيها، البوينت اللي انت فيها، وما بين اخر بوينت في الاتموسفير. بقى الارتفاع كبير جدا، فبقى الضغط عليك عالي. ضغط عليك عالي. حلو قوي. يبقى كده يا مستر محمد البريشر بينكريز، بيزيد with increasing depth، بيزيد مع زيادة العمق بتاع الاوشن عندي. حلو الكلام. and the water molecules get closer together. طب الضغط على الميه وموليكيولز الميه بقى ضغط عالي قوي قوي قوي. ضغطهم يعني مقربهم كلهم من بعض، كاني ماسك بالونه بقول لك اضغط عليها، تتك عليها جامد، تتك عليها جامد تقرب اجزائها كلها من بعض. نفس القصه الموليكيولز اوف ووتر اللي في البوتوم اوف ذا اوشن عليها ضغط عالي، فالموليكيولز جيت كلوزر. الموليكيولز جيت كلوزر توجذر، يعني الموليكيولز بقت قريبه جدا من بعض. طب بما ان الموليكيولز بقت قريبه من بعض، ايوه يا رب تكون وصلت. الموليكيولز قريبه يعني كده ياخدوا مكان صغير، ياخدوا مكان صغير يعني الفوليوم قل. طب بما ان الفوليوم قل تبقى الدنستي زادت. عشان كده قلنا لك هنا في النهايه الدنستي اوف ووتر انكريزز. يبقى كده قدرت تفهم معايا ليه البريشر، ليه الضغط اللي جوه المحيط بيأثر على الدنستي. يبقى ليه الضغط بيأثر على الدنستي؟ لان البريشر بيزيد مع زياده عمق المحيط. يبقى the pressure increases with increasing depth. حلو. وبالتالي الووتر موليكيولز الضغط عليهم get closer together، ومعاها الفوليوم هيقل والدنستي هتزيد. تمام كده خلصنا اول فاكتور بيأثر لك على الدنستي بتاعت الميه اللي موجوده في الاوشنز. خش على الفاكتور الثاني، الاماونت اوف سولت ديزولف ان ات، كميه الاملاح اللي دايبه في الميه. طيب هي ازاي مستر محمد الدنستي بتاعت الميه اللي موجوده في المحيط بتتاثر بكميه الاملاح اللي دايبه؟ هقول لك. بيقول لك density is also affected by the amount of dissolved salt او salinity. salinity هي مقصود بيها الملوحه او مقصود بيها كميه الاملاح اللي دايبه في الميه. ازاي الدنستي بتتاثر بالاماونت اوف سولت او السالينيتي او الملوحه؟ قال لك the higher salinity، كل ما تكون كميه الاملاح اللي دايبه في الميه اعلى، ركز معايا كده، كل ما تكون كميه الاملاح اللي دايبه في الميه اعلى the higher salinity of water the higher density. تاني، كل ما تكون كميه الاملاح اللي دايبه في الميه كبيره كل ما تكون دنستي الميه كبيره. طب سؤال يا مستر محمد، هو دنستي الميه لما تعلى الميه تنزل تحت ولا تطلع فوق؟ تنزل تحت لان على دنستي اكبر. عشان كده انت وانت بتعوم تعوم بسهوله في ميه البحر ولا ميه البسين او البول؟ قال لي لا، بعوم بسهوله وبطفو بسهوله في ميه البحر. عارف ليه؟ عشان الميه اللي دايب فيها املاح او الووتر اللي السالينيتي بتاعتها عاليه عندها دنستي كبيره، وكل ما تكون دنستي كبيره يعني تقيله
فتنزل لتحت وانت جسمك يطلع لفوق، فعشان كده انت تطفو فوق سطح الميه بتاعت البحر. ليه؟ عشان سالينيتي كبيره، دينستي كبيره، ميه تقيله، تنزل تحت تطلع انت فوق، فجسمك يطفو على الوش فتعوم بسهوله في البحر على عكس البول او البسين. تمام؟ حلو قوي. يبقى كده فهمت، كل ما يكون السالينيتي عاليه، كل ما تكون كميه السولت اللي في الميه كبيره، كل ما يكون الدنستي بتاعتي عاليه. طيب مستر محمد، هو النورمال سالينيتي او كميه الاملاح الطبيعيه لميه المحيط عباره عن ايه؟ قال لك عباره عن 35 جرام بير لتر اوف ووتر. عشان تفهم يعني ايه 35 جرام بير لتر اوف ووتر، كأن معاك كوبايه ميه دوبت فيها معلقتين صغيرين ملح. ده كده درجه الملوحه او النورمال ديجري اوف سالينيتي بتاعه الاوشن ووتر او بتاعه ميه المحيطات. تمام كده يا شباب؟ يبقى فهمت الفاكتور الثاني ازاي فعلا الاماونت اوف سولت او الاماونت اوف ديزولفد سولت، كميه الاملاح الدايبه لما بتزيد فعلا بتخلي الدينستي بتاعتي اكبر. طيب يلا نخش على الفاكتور الاخير الا وهو اللي احنا قلناه اصلا، اللي هو مين؟ التمبريتشر. وده احنا خلاص فهمناه كويس جدا. التمبريتشر اوف ووتر بتاثر على الدينستي. اللور تمبريتشر اوف ووتر، درجه حراره الميه لما تقل down to 4 Celsius the closer molecules are to each other ولور فوليوم زي occupy and the higher density. higher ايه؟ density؟ حلو قوي. طب بمجرد ما مستر محمد ما يقل بقى عن الفور، مجرد ما يقل عن الفور تبدا انها تتجمع الموليكيولز مع بعض في شكل هيكساجونال كريستال شيب. لما اتجمعت في شكل هيكساجونال كريستال شيب الفوليوم زاد والدنستي قلت يا دكاتره. ده بالنسبه للفاكتور الثالث او بالنسبه للتمبريتشر. وكده اتكلمت عن حركه الميه او اتكلمت عن ازاي دينستي اوف ووتر بتتاثر بثلاث عوامل الا وهما اتكلمنا عليهم دلوقتي: البريشر، واتكلمنا عن السالينيتي او الاماونت اوف سولت ديزولف ان ووتر، واخر حاجه التمبريتشر او درجه حراره الميه. تمام يا شباب؟ تعالوا بقى نتكلم دلوقتي عن الووتر دينستي والووتر كارنت ان اوشن. يعني ايه؟ هي الووتر دينستي يا مستر، الدنسيتي بتاعت الميه ممكن تاثر في حركه الميه اللي موجوده في المحيطات؟ تعال نفهم واحده واحده. قال لك the difference in water density. the difference in water density، الاختلاف في الدنسيتي اوف ووتر بيتسبب في ايه؟ قال لك بيتسبب ان بيبقى فيه water currents in ocean او يبقى فيه حركه امواج او حركه ميه موجوده في المحيطات. طيب ليه يا مستر محمد لما بتختلف دنسيتي الميه بتأثر وبتؤدي إلى إن حركة المياه بتختلف؟ تعالى نفهم. قال لك this water current carry heat and salt. حركة المياه بتحمل الحرارة وبتحمل الملح from tropics to the pools. حلو قوي. و from deep ocean، من الأوشنز العميقة to the surface أو من أعماق الأوشن للسيرفس أو للسطح. and fresh water from rivers اور من الميلتنج سنو تو ديفرنت بليسز. طيب ماشي، انا فهمت والله الكلام ده كله. سريعا بقى كده افهم معايا عشان نخلص الحته دي. مستر محمد، هو الدينستي اوف ووتر هي شباب مش الدينستي كانت متاثره بالبريشر؟ هو مش الدينستي اوف ووتر ان اوشن، مش الميه بتاعه المحيطات كانت بتتاثر بالضغط اللي واقع على الميه؟ طب تخيل معايا ان مكان زي الاوشن في هاي بريشر، في ضغط عالي، ومكان زي البحار او السيز اللي اعماقها مش كبيره عليها ضغط قليل. يبقى الضغط العالي اللي على ميه المحيطات حرك الميه باتجاه الضغط القليل اللي موجود في البحار والانهار، فبالتالي هنا الميه فضلت راكده زي ما هي ولا اتحركت؟ اتحركت تلقائي. وده ليه؟ لان ميه المحيطات زي ما قلت لك عليها ضغط عالي، فبالتالي كأن انا ضاغط على حاجه قدامي. تمام؟ فكنت ما انا ضاغط الماده اللي انا بضغط عليها دي هتحاول تلاقي اي منفذ عشان تروح له. ليه؟ بسبب الضغط العالي اللي انا باثر بيه. فلما اثرت الضغط عالي ايه اللي حصل يا مستر؟ بمنتهى الهدوء الميه اتحركت من اماكن الضغط العالي لاماكن الضغط المنخفض، وحصل من الخلاصه يا شباب ان حصل حركه للميه وما فضلتش في مكانها ثابته. تمام كده يا شباب؟ يا رب تكون الجزئيه دي اتفهمت او وصلت بشكل كويس جدا. طيب وكده يكون انتهينا من ليسن 2 بشكل كامل واتكلمنا عن الفيزيكال بروبرتيز بشكل مفصل. يا رب تكون وصلت المعلومه كويس جدا يا شباب.
صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. نتقابل ان شاء الله في المحاضرات الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.